قالت: سأقتله وأحمل رأسه لقبيلتي صنما لتعبده وتحرقه إذا اقتتلت، وفي الصحراء أبني معبدا للحب يحمل اسمه تأوي إليه الطير في زمن المجاعة. أرتدي الأسمال أعقر ناقتي في باب معبده أنوح. قالت: سأحمله إذا مرت عصور خاتما، بل خاتما في إصبعي وأنوح في جوف الضريح. من قصيدة أوراق عائشة لعبد الوهاب البياتي صدرت مجموعة المرحوم الشاعر عبد الوهاب البياتي بستان عائشة، التي قرأنا منها قصيدة أوراق عائشة في عام 1989 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وأعيد إصدارها بعد ذلك عدة مرات، وصدرت عن نفس الدار في طبعة ثانية سنة 1994 بالشعر وعبد الوهاب البياتي. أترككم مع أجمل الأوقات.